السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون العيد عدى عليكم حلو كده. فالنهارده بقى حبيت اديكم تقولوا ايه، فلوج كده لمجمل كل الحاجات اللي حصلت في العيد، وانا قضيت العيد الرائع ده ازاي. ايام رائعه، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ف في بداية الفيديو هيبقى فيه مقاطع، بس المقاطع دي مش من العيد اصلا. انا بس حبيت احطها لنفسي علشان الثلاث شهور اللي انا ما صورتش فيهم في القناة وما كنتش بنزل فيديوهات خالص، كان في حاجات كده مقتطفات بصورها، بقول جايز في يوم من الايام لو رجعت اصور تاني او لو رجعت للقناة اشارككم اي حاجة من الرحلات بتاعتي. فدي كانت خروجة من الخروجات القليلة اللي انا كنت بخرجها، وكنا في مكان حلو جدا، فحبيت ايه، انتوا عارفين انا طالما في ميه وفي شجر في اماكن حلوه لازم التليفون واصور حتى لو مش هنزل على القناه. فكان اليوم ده كنا صاحيين الصبح بدري كده، وحبيت ايه اعمل لي كوبايه شاي عشان تفوقني. جالي فتره بدون سبب مجهول كنت اصبحت من مدمنين الشاي، ادمان حرفي، اللي هو انا بشرب كوبايه الشاي واخلصها اشرب كوبايه شاي تاني اخلصها، كنت بعمل البراد شاي وافضل اشرب شاي كتير قوي، والموضوع طبعا مش صحي خالص. فالحمد لله تخلصت من العاده دي مضطره. المهم كان جاي لنا عيش كده وفاكهة، حطيتهم وقعدت اتفرج على فيلم. وطبعا ايه الاماكن اللي لما بتبقي في مكان مقفول عليكوا لوحدك، يعني مش اوتيل مثلا او حاجة، مبقاش فيه حاجة ممكن تعمليها، انت قاعدة قدام التلفزيون وخلاص او ماسكة التليفون. المهم، ايه اللي حصل لي في العيد يا ولاد؟ انا كنت زي الوردة. كنت فلة شمعة منورة. وبعدين فجأة في ليلة الوقفة، ونزلت لكم الفيديو انه خلاص بقى هنعمل روتين العناية والوقفة ومش عارف ايه. وكنت كويسة جدا، مش بشتكي من اي حاجة. وجيت على الساعة 11 بعد الفطار، احنا طبعا صايمين عرفة، فطرت وتمام وكويسة والحمد لله. وكنت بحاول ادخل نفسي في مود انه ده عيد بقى ومبسوطة. الساعة 11 12 بالليل كده حسيت بألم شوية، بس تغاضيت عنه، اللي هو طب هعمل ايه يعني. ونمت او حاولت انام، فضلت من حوالي من الساعة 12 للساعة 5 مش بنام. وبعدين فجأة نقوله عيني غفلت شوية، وصحيت بعيد عنكم عن السامعين الساعة 6:30 بصرخ من الوجع. وكنت لوحدي. فمش عارفة اعمل ايه. طب ايه؟ اكلم كل الناس اللي اعرفها، اللي هو الحقوني هموت، مش عارفة اتنفس. ألم فظيع فظيع. آه، نزلت الطوارئ. الحمد لله يا رب، الحمد لله المستشفى جنبي، نزلت الطوارئ على امل ان الاقي اي دكتور. الحمد لله لقيت، وقال لي ان الحاجه اللي عندي دي ليها علاقه بالمراره. طب يا جدعان انا مش بشتكي من مرار، انا مرارتي ما اتفعتش لسه. المهم والله بصوا، بحاول ان انا اتخطى، لان بجد كانت صباحيه العيد انا كلمت ماما. آه، خضتها، كلمت جوزي خضيته. كلمت اخت جوزي، كلمت الناس كلها، كلمت مرات اخويا، اللي هو طب هم هيعملوا لي ايه؟ حرفيا مفيش حد جنبي. فالحمد لله رحت المستشفى اخدت حقن وبس، وعديت العيد بقى اللي هو لحد ما اي دكتور يفتح ان شاء الله، وبعد كده هبقى اروح. وانا بحكي لكم القصه دي ليه؟ عشان تدعوا لي، ادعوا لي يا ولاد. ده كان العيد بتاعي. المهم، انا هنا بقى ايه، كنت قاعده بتمشى اتمشى، كنت سعيده جدا بالشمس، ولكن كأي شخص عنده حساسيه من الشمس، الحمد لله على اللي حصل لي بعدها. ولكن بجد بجد انا بقيت حاليا اللي هو ايه، مش الشمس هتبهدلني، بس انا في مكان حلو، انا هتبسط وهنزل المية عادي، وبعدين هتحرق واقعد اصوت في البيت مش مشكلة، بس عادي اللي هو ايه، الخروجات مش بتيجي كتير والانبساط مش بيجي كتير، فانا هتبسط وبعد كده ابقى اخد قرار انه يلا نحط صن بلوك وكريمات ومراهم وكل حاجة. طبعا ما تخرجوش في الشمس من غير صن بلوك. قولوا لي انتوا قضيتوا العيد بتاعكم ازاي؟ العيد جميل وحلو وفظيع. انا قضيت العيد اول يوم في المستشفى الصبح، وبعد كده 3 4 ايام العيد طبعا قاعده في البيت لحد ما نستنى دكتور بطنه يفتح. والبنات اللي في دمياط لو حد بيتفرج عليا، يعني لو تعرفوا دكاتره ولا حاجه بقولوا لي، عشان مش عارفه اروح لمين اصلا. المهم، انا آه بستغل، قلت لكم كنت بستغل كل حاجه انه يلا نتمشى، مكان حلو والمكان واسع ولوحدي طبعا، ما فيش، اقصد ما فيش حد غريب معانا يعني. فكنت بتمشى ومبسوطه وتمام. كنا ناويين ان احنا العيد ده نخرج، ما خرجناش. كنا ناويين انه نعمل حاجات كتير، نعمل شوي في البيت، ما عملناش. كنت بعمل عزومه اول يوم العيد. آه
ما عملتش حاجه. والله انا مش بصدر طاقه سلبيه، انا كويسه الحمد لله. بس انا قصدي انه عادي ما خرجناش من البيت، هنحاول نتبسط في البيت لو احنا مخططين لحاجه واراده ربنا سبحانه وتعالى ارادت انه يحصل اي حاجه، ان شاء الله تكون خير وعادي. وانا كنت زمان بتشائم وبقعد اعقد واكلكع الامور قوي واتضايق، وليه الحاجات ما مشيتش زي ما انا عايزه. عادي، جايز اختيارات ربنا سبحانه وتعالى لينا هي الاحسن. لو ما عملناش الحاجات في ايام العيد، الايام ما خلصتش، ممكن نتبسط في ايام تانية عادي جدا. المهم احنا هنا كنا خلصنا الفترة اللي قعدناها، وبعد كده رحنا اتعشينا واحنا مروحين في الطريق كده. وكنت هصور لكم لسه الاكل، بس اول ما اكلت اول ما الاكل نزل نسيت اصور. المهم بقى هنا بقى خلاص كنت روحت البيت وعدى فترات كتير، لان زي ما قلت لكم المقاطع الاولانيه دي مش في العيد خالص. انا بقى هنا اول يوم العيد طبعا مفيش طبيخ، مفيش عزومه، مش هعرف اعمل حاجه، بس في لازم البني ادمين ياكلوا. فكانت زوزو جات لي ومرات اخويا، فطب عايزه اعمل اي حاجه، فقلت هعمل حواوشي. هي كانت جايبه العيش وهي جايه، فده عيش حواوشي بيتجاب مخصوص، بيبقى سميك سمكه تخين شويه علشان يتحمل الحراره. وطبعا اللي حشره راسها في العيش وعايزه تحط دماغها في طبق اللحمه دي الانسه زوزو طلعت لي على رخامه المطبخ علشان تحاول تطبخ معايا وتساعدني. وهعمل الحواوشي هم 3 بس، يعني الواحد مش بياكل واحد اصلا. هعملهم في الجريل، عملت 2 في الجريل وواحد في الطاسه عادي في المقلايه اللي هي التيفال دي، علشان في الفرن هياخد وقت اطول. انا بحب تسويه الفرن اكتر ولا ده اكتر، الاتنين بالنسبه لي واحد. اللحمه بتاعه الحواوشي دي لحمه عادي احنا جبناها فرمناها، اتحط عليها شويه ليا، وحطيت عليها بصل وشطه خضراء وفلفل اخضر وتوابل مشكله اللي هي زي السبع بهارات كده، بس انا عندي علبه جاهزه بحط منها. طبعا ملح وفلفل، لو عايزه تحطي شطه كتير حطي زي ما انت عايزه. انا المره دي يعني مش غلط ولا حاجه، كان طعمه تحفه طبعا، بس انا زودت اللحمه قوي، زودتها زياده عن اللزوم. كنت خايفه تكش، فحرفيا السندوتش كان كتير قوي، كان تقيل. فبس يعني انت تاكل واحد، مستحيل تمد ايدك على واحد تاني. فعملت اكل سهل عشان يبقى انا اصلا ولا قادره اغسل مواعين ولا قادره اعمل حاجه، كنت بموت كلينيكان اليوم ده. بس الحقنه اللي خدتها الصبح كانت هدتني شويه، يعني مسكنات بس. وطبعا في اخر اليوم بقى جبنا اي مسرحيه على التلفزيون تقريبا واكلوا ايس كريم. المشكله ان انا مفروض ولا اكل اكل مسبك، ولا اكل اكل ببصل، ولا اكل واشرب مشروبات غازيه، ولا اكل ايس كريم، ولا اكل اي حاجه من الحاجات دي خالص. فاللي هو مش عارفه اعمل ده. يعني الانسان بالذات في الاعياد بتلاقي انه يعني الحمد لله بيبقى فيه خير شويه عن الايام العاديه. يعني الحمد لله خير ربنا طول الوقت موجود، الحمد لله عايشين في فضله وكرمه. بس اقصد انه لا، الاعياد بتبقى حتى اللي عنده اطفال بيبقى عايز يفرحهم، تجيبي حاجات اكتر شويات. فما تعرفي هتمنعي نفسك ازاي؟ قولوا لي انتوا كده، الناس اللي عامله دايت بتعمل دايت في العيد ازاي؟ بعدين كنت نزلت وجبت نعناع وينسون. انا بحاول اجيب ماركات مش مقاطعه والله على قد ما بقدر. طبعا ليبتون فيه النعناع بتاعها حلو جدا، بس الليبتون مقاطعه جبت رويال والترا ده. وجبت كمان زبادي، معرفش بقى جهينه مقاطعه ولا لا، بتهيالي لا جهينه دي مصريه صح يا ولاد. المهم مش عارفه اسعار حاجه، انا جايبه الحاجات دي ليه؟ علشان بالليل بقى ما اتعشاش واكل اكل كده. جبت البريل ده وهو من اسوأ الحاجات اللي ممكن الانسان يشربها في حياته، بس انا جايباه عشان لازم اشرب شعير، وانا مش هجيب شعير واغليه، فجبت البتاع ده. المهم كنت خلصت اليوم الاولاني، وبعد كده تاني يوم بقى كان عندي دورة غسيل. غيرت ملاية السرير، طبعا بيبقى فيه اطفال وبنغير الملايات، انتوا فاهمين يعني. والله ما عملتش حاجه البت، ما نظلمهاش، بس يعني ممكن تلعب بحاجه، يبقى في ايدها شوكولاته وتمسك حاجه كده يعني. وحطيت كمان المعطر ده اسمه قصر السعاده، ريحته حلوه قوي. وكنت طول السنين اللي فاتت وانا قاعده في الشقه دي كنت بحب انه في الصيف اسيب الشبابيك مفتوحه، اللي هي بيبقى عليها سلك او سراند زي ما بيسموه. ولكن السنه دي لان التراب مش طبيعي، فانا بقيت للاسف بضطر اقفل الشبابيك اقول افتحها مثلا عشان تجيب لي طراوه، لان الجو حر جدا. بفتحها بتجيب لي شمس وصهد وحر وتراب، فبقيت اعمل كده للاسف مضطره. بجد الدور الاخير ده ابتلاء، ان الانسان يسكن في دور اخير. المهم غدانا بقى في اليوم ده اللي هو كان تاني يوم، قلت برضو عايزه اعمل حاجه سهله. قطعت اللحمه وعملت كباب حله، لحمه وبصل وشويه توابل بس. وبنفضل انا عامله طريقتها معاكم قبل كده، وقلت هحمر بطاطس واعمل طحينه واطلع مخلل وعيش وبس. مش هطبخ بقى اللي هو اصلا لو عملت
لحمه ورز وخضار، الجو حر جدا ومش مستحمل، فانا حسيت ان الاكلات اللي بعيش هتبقى اسهل والطف. ف عملت البطاطس كده، حاولت اقلل الزيت على قد ما اقدر، بس البطاطس طلع بجد بجد ان شاء الله ان شاء الله يعني. هحاول احط الاير فراير ان انا اجيب قلايه هوائيه تبقى في الخطه بتاعتي. وبس ده كان الغدا بتاعنا اليوم ده، وغالبا بيبقى الغدا وعشاء يعني، لانه احنا يا دوب انا وزوزو ومرات اخويا بس، فالاكل بيبقى كتير. انا تعبت. المهم خلصت الاكل، خلصت المواعين، خلصت يومي، خلاص بس كده. ده كان العيد بتاعي. كنت ناويه اعمل شويه حاجات كتيره قوي بس خططي باظت الحمد لله. فنلتقي بعد العيد ان شاء الله في خطط جديده. نبي يا ولاد بصوا يعني، ادعوا لي ما تدعوش عليا في التعليقات. انا قلت انزل الفيديو علشان افرفشكم معايا في العيد بتاعي ان شاء الله. هنخرج بصوا، احنا خلاص شهر 6 يخلص، ولما نروح بقى ايه نروح البحر. احنا جنبنا بحر في دومات الجديدة، وبحر في راس البر، وفي بحر في جمصة، فهاخدكم معايا فرفشكم ان شاء الله في المصيف بإذن الله. وبس كده، استنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد اكون سليمة فيه. وشكرا جدا جدا ليكم، والسلام عليكم.